أحيانا بصير عندي فضول أعرف شو الوضع الحقيقي بالشام أو بسوريا كلها، لأنه بتتابع أنت صفحات الناس اللي مو عاجبهم الوضع، بما أنه يعني بيعتبروا أنه اللي استلموا ناس متشددين وإشي، يعني بتلاقيهم بيورجوك الحياة سوداء، وأنه خلص هي قلبت أفغانستان وما عاد ينعاش فيها ويا حوينتها، كونها كانت بحكم الأسد تتمتع بالحرية والديمقراطية ومستوى كرامة ومعيشي للمواطن كتير عالي. فهلأ هن كتير 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 عم بينظلموا، لأنه ممكن بالمستقبل حدا يحكي لهم لو سمحتوا التزموا باللباس المحتشم. ممكن، بس ما حكوا لهم، بس ممكن هن حاسين انه يوما ما رح يحكوا لهم. في مسبح اسمه جاسمين بالشام، هذا المسبح يعني قديم، من ايام كنت بالشام بعفور كنت رح له، نزل انه اوقات السيدات واوقات العائلات واوقات الكذا. هو اصلا مسبح بنات، انا لما كنت رح له كان مسبح بنات. فهو محدد اوقات ومحدد شغلات، انه العائلات ما وقت العائلات ما ينزلوا البنات وما بعرف شو. فاني اعتبروا انه هي من احد مظاهر الدولة الاسلامية المتشددة، مع انه طول عمره مسبح بنات. وفي بالشام كتير مسابح بنات مرتبة مثل جاسمين مثل بردة، وفي مسابح مختلطة وستيل لساتها مختلطة، يعني لا حدا يقول لي انه مسبح الشيراتون صار هلا غير مختلط. فانتوا شوفوا شلون يعني بيعالجوا الموضوع. بتشوفوا عند الناس يلي لا هي مع الوضع وكل شيء تمام وامورها طيبه، لا بالعكس مبسوطين، بس انه في لسه الامور المعيشيه، كون بلد مهدمه على 60 مليون سنه ما زبطت لسه. بتفوتوا انتوا بعدين على الاخبار بتلاقوا الرئيس السوري رايحه بيقابل ماكرون، والرئيس الخارجيه رايحه لامريكا، وقاعدين على طاولات الحوار وعم بيتحاوروا مع كل قاده العالم باعتراف وترحيب دولي. فعن جد يعني بتحسوا اكثر وضع لسه مش واضح، وهذا طبيعي بعد شلون بدي احكي لكم، بعد هالخلطه العجيبه الغريبه يلي مو الخبصه والدمار اللي استمر على 50 سنه. انا ما بعرف شيء عن اللي استلموا جديد للامانه، يعني ما كلياتنا ما بنعرف شيء، بس بعرف شغله واحده وانا كلياتنا بنحمل يعني بنحتفظ لهم فيها، انه طيروا الاسد. كيف شلون ما بعرف، طيروا الاسد. في كمان صوره لفتت نظري كثير، لما رئيس الشرع عم يصافح قيصر. بتعرفوا مين قيصر؟ هو اللي وثق جرائم الاسد. هذا المشهد يعني لازم سكرين شوت ولعمكم بثار الدايركت خليه ينبسط. شوفوا احكي لكم شغله اللي عم بيصير بسوريا، خليكم هيك تعطيكم درس انه لا تفقدوا الامل من اي شيء بالحياه. اي شيء بالحياه ممكن يتغير ويتبدل، ودائما اسمعوا من كل الاطراف وارجعوا لعقلكم وقناعاتكم.